جربها في ماينكرافت. يعني مثلا لو حاب انك تبني فارم في ماينكرافت، حاول تحط المويه بشكل اعمده، راح يكون اسرع من المويه في بلوكه واحده. هذه بالضبط حلقه اليوم. في اشياء ممكن نعملها لكن تكون غلط، زي مثلا انك تشوف الفيديو بدون ما تحط لايك. برو هذا اكبر غلط. وما تحط اشتراك. ما بقول زر التنبيه يا شباب لانه اتوقع انكم حاطينه، اتمنى انكم ما طحتوا بالغلط هذا. خلاص ميف خلصت شحاته، يلا نبدا المقطع يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قررت انك تجمع ليفس في ماينكرافت، راح تبدا تجيب اللي هو الشيلز بهذا اوكي نجيبها بهذا الشكل وراح تبدا تجمع، لكن مشكلتها الوحيده انها تتدمر على طول، راح تضيع كميه حديد مره كبيره. الحل الافضل انك تجيب الهو هذا اللي قدامكم ويكون فيه له تطويره سلك تاتش، وكمان ضفت افشنسي، وكمان لو حابب تضيف امبريكنج راح يكون افضل وراح يدوم معك بشكل اكبر. اوه ماي جاد شوف كيف. يقال والله العالم لو كنت تحط الشجر كين فوق الديرت هذه الطريقه غلط، ولو كنت تحطه فوق الرمل هذه الطريقه برضه غلط. يفضل انك تحطه فوق يا هلا والله السلام عليكم. معلومه ممكن اقولها؟ يعطيك العافيه. اوكي يفضل انك تحطه في المد بلوك. ليش يا ميف؟ عشان لو حبيت تعمل فارم الكترونيه راح نبني لكم اياها هنا. اوكي بهذا الشكل مثلا راح تقدر تجيب الهابر 1 2 3 4، وبعد ما يطلع الشجر كين راح نشيله بهذه الطريقه وراح يطيح على الهابر وراح يروح للصندوق. ليش يا ميف؟ لان المد بلوك يعتبر اقل من البلوك الكامل، ولو كان عندك شجر كين فارم ومشوار مره تشيل الديرت، فاجيب لك علبه مويه 1 2 3 4 كذا راح يتحول معك. الاغلب ممكن يستخدم كوماند سلاش جيم مود بعدين كرييتيف او ادفنتشر او سرفايفل، مره مشوار انك تكتبها، لكن الخيار الافضل انك تضغط الت واف 4. امزح معاكم، لا احد يجرب الت واف 4 تكفون. يمديك تضغط من الكيبورد اف 3 واف 4 مع بعض، ويمديك تحول بالجيم مود سرفايفل جيم مود. عندك هنا ادفنتشر، هنا سبكتيتر، وهنا كرييتيف. نحول السبكتيتر يا جماعه انا مره مشوار لانه انا الكيبورد حقي صغير فما في له اف 4 واف 3، لكن ممكن لو كان عندي كيبورد كبير ممكن يا شباب الحمد لله حولت على طول. تعرف لو حطيت الفيليجر بالطريقه هذه ما راح يقدر يهرب ابدا، وهذا بسبب وجود الهاني بلوك تحته. خلونا نجرب بسم الله الرحمن الرحيم. نحول جيم مود، ما راح يقدر ابدا. مشكلتنا الوحيده ان الزومبي ممكن يدخل يتضارب مع الفيليج. كيف ممكن نحل هذه المشكله يا مير؟ راح نغير الشكل، راح نضيف بلوكات من ورا ومن بينهم تراب دور. بنبدا نحط من كل الاطراف هاني بلوك، وراح نحط فوقهم كاربت عشان وراح نحط فوقهم كاربت عشان ما يكون الشكل بايخ، وكذا الزومبي ما راح يقدر يهاجمهم ابدا. فهذه افضل طريقه ممكنه. اذا كنت باقي تحفر في ارتفاع 11 عشان تلقى دايموند فانت غلطان تماما، لانه التحديثات الجديده غير جنريشن العالم وصار افضل ارتفاع لوجود الدايموند هو ارتفاع سالب 58. فحاول تشد حيلك يعني، لانه الحجر الديب اثقل من الحجر العادي فما راح يتدمر على طول. هذا مثال لارتفاع 58 وراح تلاحظ فيه له كميه دايموند مو طبيعيه. يفضل لما تروح كاف ما تجيب بيك فورشن معاك لانه راح يدبل الاشياء، ولو دبلها معناته الانفنتوري راح يكون عندك فل تقريبا. فخلي بيك الفورشن في البيت وروح جيب لك بيك سلك تاتش عشان تقدر تجمع اكبر كميه اورات ممكنه، ولما ترجع البيت بعدين ابدا شيل كل الاورات اللي جمعتها بالبيك الفورشن. يا الله يا ميف، يعني اروح اجمع الاورات بعدين اروح اشيلها بالفورشن بعدين احرقها؟ لا مشوار. لا مو مشوار، لانه يفضل انك انت تجمعها بالفورشن، لانه اول شيء بتتدبل لو شلتها بالفورشن، ثاني شيء لو طبختها بدون ما تحرقها او بدون ما تحللها في احتماليه كبيره انه يجيك نص العدد الموجود. هنا عندنا 10، هنا عندنا 10. اوكي هنا على اليمين يا جماعه عندنا 10، وهنا راح يكون عندنا 8 لانه احنا ما حللناها. يفضل انك تشيلها لان الكلام هذا ينطبق كمان على الكوبر وينطبق كمان على الجولد وكمان الايرون. ما يحتاج انك تحط تورش في كل مكان عشان تنور الكاف عشان الموبز ما يجونك، انه حرفيا الموبز ما راح يطلع غير لو كان المكان ظلام بنسبه 0%. فحرفيا لا تشيل هم. انا عارف انه لعيبه ماينكرافت تعودوا على الموضوع هذا يا جماعه من زمان وما يقدر يبطل يحط تورش. ممكن برضو تحط الباك هذا اللي قدامكم اللي هو نايت فيجن، بحيث انه يمديك تشوف كل شيء بدون تورش، وراح احط لكم الرابط تحت. تعرف انه تطويره الفورشن راح تدبل لك الفارم. هذا الان واحد بهذا الشكل، عندنا 5 كرت، عندنا الثانيه كذا 11. او ماي جاد 4 بلوكات اعطتنا 21. لو شلناها بيدنا راح تعطيك تقريبا 3 حبات. شلت 4 بلوكات بيدي اعطتني 8. طبعا ما راح يفرق اذا كان يا ولد، لا دقيقه معلومتي يا عبدو دقيقه، ما راح يفرق اذا كان معاك هو او لا، يمديك تشيلها باي شيء يكون فيه له فورشن وراح يكون عندك الكميه الرهيبه هذه. الكلام هذا برضو ينطبق على اشجار، ممكن يطيح لك عصا اكثر، يطيح لك كمان تفاح اكثر، اتمنى تطلع تفاحه واحده ممكن. الفورشن برضو ينطبق على الجرافل، راح يطيح لك فلنت على طول. ولو ما كان عندك فورشن الحل الثاني راح نعمل الشيء اللطيف هذا، صندوق هبر بعدين خشب في كل مكان ونقفل، ونبدا نجيب الجرافل في اليد الثانيه وراح نجيب الشفل في اليد الاولى، بعدين كليك يمين اوكي معلش نقرب نحط البلوكه، بعدين راح نبدا نشيل بهذا الشكل. لكن لما يكون افشنسي 5 ما راح يشتغل معاك، يفضل يكون افشنسي 3 عشان تقدر تعمل توازن. معليش
ليش مو 3 اللي هو efficiency 2 عشان نقدر نضغط الزرين مع بعض ونروح نمسك الجوال لما يغلق جرافل. واتوقع المفروض انه يكون في فلنت. يب طلعنا بفلنت كميه طيبه. تحديث الجديد الليفز ممكن يحافظ على المويه. هذا معناته ايش؟ انه يمديك تفجر TNT وما راح يتفجر معاك المفروض. اوكي 3 2 1. واو لاحظ انه ما راح يتفجر اي شيء من الارضيه تماما. بهذا الشكل ما راح تتفجر ابدا. وبرضه ممكن تحط لك المويه كذا. اوكي بعدين نحط النص بلوك من فوق وبرضه ما راح يتفجر. قلناها مليون مره. نقدر نحط المويه جو الدرج وبهذا الشكل راح نفجر TNT. هذا ما راح يتفجر، هذا ما راح يتفجر، وهذا ما راح يتفجر. يب معلومه ممكن تهمكم لكن ما اعرف. عندك السباونر وقررت انك انت تشوف السباونر من برا، فرحت جبت لك اللي هو جلاس وحطيته هنا وسويت لك غرفه. لكن المشكله الاضاءه اللي داخل الغرفه هذه راح تضر السباونر، فما راح يرسبون الموبز اللي هنا. فراح نضطر احنا ان احنا نغير البلوكات هذه وتحط اللي هو التنتد عشان النور ما يدخل على السباونر ويكمل شغال بشكل جدا طبيعي. فكره تحط مويه مع السول راح يطلعك على فوق. لكن الفكره اللي جدا غبيه اللي هو الماجما بلوك مع المويه راح ينزلك على تحت لكن بوقت جدا طويل. الطريقه الافضل تحط لك باكت مويه تحت او اللي هو الثلج او السنو باودر، بس مو بالطريقه هذه ابدا. راح نرفعه فوق يا جماعه كذا وراح نقدر نمشي على قدام بدون ما ناخذ دمج، بدون ما نقفل اي مكان ثاني. ما راح ياخذ منك وقت. TNT في ماينكرافت تاخذ وقت جدا طويل عشان تتفجر. فالطريقه الافضل انك انت تحاول تضيف 5 حبات ايرون تحتها وتجيب ماينكارت تحط TNT فوق الماينكارت. اوكي راح نبدا نجيب الباور ريل بهذا الشكل. نحط الماينكارت TNT هنا، نحط اكثر من حبه، نشغل الريل هنا. بالضبط هذا اللي راح يصير معك، راح يتفجر بشكل جدا خرافي. الريدستون هو اكثر شيء ممكن يجيب لك لاج في العالم. يمديك تستخدم اللي هو الباور دريل بهذه الطريقه، فما ادري ممكن ما يفيدك الله اعلم، لكن عشان تخفف اللاج بنيت بيت مره خرافي. لكن مشكلتك كيف تاخذ لك الان صوره. مبدئيا لو كنت تلعب بهذا الشكل حاول انك انت توقف شويه. الموضوع هذا يا جماعه كمان راح يفيد اليوتيوبر اللي حاب يعمل ثمنيل لصوره مقطع. وقف روح عند الفوفي نزلها تقريبا الى 30 وارجع ورا وحاول تاخذ لك صوره جدا بيرفكت سواء لمقطعك او انك تشاركها مع احد عشان يطلع بيتك بشكل افضل. اما تحط لي يا كذا يا حبيبي مره ما يخارج. الاغلب لما يروح النذر راح يبدا يجمع بلوكات نذر راك مره كثير. مشكله البلوكات هذه انها تتدمر مع البلوكات او ماي جاد تدمر مع ضربات القاص. او ماي لكن لو قررت انك تبني اوه بيجي السلام عليكم. اوكي لو قررت انك تبني بريدج بالحجر ما راح يتدمر بالكرات هذه. فهذه الميزه الوحيده ويكون عندك امل انك انت تعيش. يب بالضبط. لو كان عندك الاندر تشيست بهذه الطريقه فانت غلطان تماما. يفضل انه يكون كامل بالشولكر وكل شولكر يكون فيه له اغراضك الخاصه، فكذا راح يكون عندك مساحه اكبر لو حاب انك تتنقل من مكان لمكان. لو حاب انك يعني بشكل عام راح يفيدك مره. حاب انك تعمل الموس كبلستون يفضل ما تستخدم الفاينز ابدا لانها نادره جدا. جيب لك الموس بلوك وراح يشتغل معك. الموس بلوك موجود مره كثير وكمان يمديك تكاثره عن طريق البون ميل، فيمديك تعمل الكبلستون اللي تبغاه. ودك تجمع الورود هذه اللي في الاند، لو شلتها من تحت ما راح تطيح معاك، لازم تطلع وتشيلها بيدك عشان تطلع معاك. الطريقة الثانية يمديك تجيب بو فليم وتبدأ تنتفها بهذا الشكل وراح تطيح معاك على طول. عشان تجيب هذا اللون تحتاج اللون الابيض واللون الاخضر، وعشان تجيبهم يبغى لك اللي هو بون، فلازم تجيب لك اللي هو سبونر سكيلتون وتطبخ الصبار، فيبغى لك فارم صبار كمان، فمرة مشوار مرة مشوار. الطريقة الافضل تجيب اللي هو المخلل وتبدأ تكبر المخلل بهذا الشكل، واول ما يكبر معاك راح تشيله كذا ونبدأ نطبخ المخلل وراح يعطينا اللون هذا، فراح يختصر عليك وقت جدا كبير. الان راح نوريكم اتفه اختراع موجود في ماينكرافت يا شباب اللي هو الكولدرن. لو جبنا باكيت مويه حطيناه جوا الكولدرن وراح نشيل الباكيت وجينا اخذنا بالعلب 1 2 3 غلقت المويه، مع انه باكيت المويه اللي كنا بنحطه هنا راح نقدر نشيله كذا ونحطه تحت ونعبي مويه زي ما نبغى، لكن ماني عارف ايش فكره ماينكرافت امانه. يا شباب يعطيكم العافيه، شكرا لكم على مشاهده المقطع. كان معكم ميف، وهذا مقطع جماعه جدا بسيط كيوت، الفكره مقتبسه عشان لا احد يبكي في الكومنت. انا مره احبكم يا جماعه. الان عندي اختبارات وبنحاول نرفع بشكل منتظم ان شاء الله، وغير انه عندي اختبارات في واحد قاعد يضبط الغرفه عشان يقولون ممكن يفتح كام، يقولون الله اعلم ماني عارف يا شباب. يعطيكم العافيه. كان معكم ميف، صلوا على النبي يا جماعه، اكثر من الاستغفار، اعطونا دعواتكم في الكومنت وخلونا نجيب العيد. السلام عليكم.